صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوفوا فيه الفيديو ده. بصراحة انا حتى الان منبهرة بالنتيجة اللي هتشوفوها. قد ايه الحمام كان متهالك وبايظ، والراجل ده حوله الحمام ملوكي زي ما بيقولوا. انا من وجهة نظري الحمام ده هيكون كامل متكامل بالنسبة لأي حد، بس بالنسبة للمصريين هيكون ناقصه حاجة. عشان تعرفوا الحاجة دي كملوا معانا لآخر الفيديو، وما تنسوش تضغطوا لايك وسبسكرايب للقناة. وزي ما احنا شايفين الراجل يا عيني طالع عينه في ان هو يشيل الحمام، وشال كل اللي فيه، شال المرايات والحوض وشال البانيو، ودلوقتي يا عيني بيحاول ان هو يظبط ما يمكن تظبيطه. طبعا بيظبط دلوقتي المواسير اللي هتقدر ان هي توصل المية. مواسير كانت تلفة وبايظة لأبعد الحدود، بيحاول ان هو يحييها من جديد. هسيبكوا شوية مع مشهد المواسير اللي الراجل بيعملها، وقد ايه المواسير دي هتقدر ان هي توصل المية وتخليها متدفقة كده وبتتحرك بكل سهولة. بعد بقى ما الراجل شال البلاط خالص من على الارض والسيراميك، دلوقتي بيبدأ ان هو بيمحر كده وبيحط طبقة عشان يقدر ان البانيو اللي هيحطه يستحملها. فعمال ينشف، يحط طبقة وتنشف وينشفها وبعد كده يمسحها ويحط تاني عليها جراب او ورقة عشان تنشف، وهكذا هيفضل ان هو يكرر الخطوة دي اكتر من مرة. دلوقتي بقى جت الفقرة بتاعة الحوض. اول حاجة عملها جاب لوح كده من الخشب وقعد ان هو يحفر في الحيطة عشان يثبت فيها المسامير اللي يقدر من خلالها يثبت الخشبة دي عليها. وبالمناسبة الخشبة اللي تحت دي هيحطها بحيث اي حد محتاج ان هو يحط الشامبو، المناديل، اي حاجة من الحاجات دي هتتحط فيها زي ما هنشوف في اخر الفيديو. ودلوقتي هو بيركب طبقة من الخشب على الارض، زي ما نقول كده حاجة عاملة زي الباركيه كده بالظبط. بيظبط المقاسات اهو، وهيفضل فترة كده يقعد ان هو يركب في الارضية دي.
بعد ما ظبط السافون وبعد ما ظبط الدش وركبه وظبط كل الحاجات دي، جاءت اللحظة بقى لان احنا نشوف موضوع البانيو ده. هو مش هيعمل البانيو عادي كده مرتفع زي اغلب البيوت، لا هو هيعمله حاجة زي ازاز كده حواليه، زي ما احنا هنشوف دلوقتي. هو بيظبط الازاز، بيظبطه بيثبته كويس جدا، لان ده لو اتحرك من مكانه هيشكل خطورة كبيرة جدا على اي حد جوه. هو دلوقتي بيثبته. وعجبني جدا بالمناسبة ان هو بعد ما خلص الحيطة وبيضها، اي خطوة تانية بيعملها اذا كانت بيعمل حاجة بالشنيور، بيحط تحتيه كده منديل او قماش بحيث اي حاجة تقع ما تلوثش المكان تاني ويبقى المكان نظيف. بعد بقى ما خلص المنطقة بتاعت اللي هي الاستحمام والبانيو وكده، دخل على ان هو يركب المراية اللي بنبدأ ان احنا نشوف نفسنا فيها. وبالمناسبة بحس ان مراية الحمام اكتر مراية بتخلينا شكلنا حلو، ومش عارفة ايه السبب لحد دلوقتي. بصوا هو دلوقتي اهو حاطط حاجة تحت مكان ما هو بيعمل بالشنيور عشان ما يبوظش المكان مرة تانية، وركب مراية شكلها سيمبل وبسيطة خالص. وبيظبط دلوقتي اللمبة اللي بتكون عند المراية. وبالمناسبة انا شايفة ان كل ما الحاجة تكون بسيطة كل ما بتكون ارق وشكلها احسن واجمل. الرسومات الكتير والنقشات الكتير بحس ان هي بتغير من شكل الحاجة. وزي ما احنا شايفين دي كده النتيجة النهائية. الحمام اتحول بشكل كبير بجد، تسلم ايديه. وادي المكان اللي قلتلكوا عليه اهو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. اشوفكم الفيديو الجاي.